يا احلى صباح عليكم، جمعة مباركة عليكم وعلى حبايبكم ان شاء الله. تعالوا بقى اقول لكم نشاط النهارده واليوم بتاعي النهارده من اول اليوم. تعالوا نبدأ كده بس اليوم مع بعض ونشوف هنعمل ايه مع بعض. تعالوا بقى بصوا، انا دلوقتي من ساعة ما انا بعت النيش والسفرة عندي، وانا بصراحة الشقة عندي فاضية معظمها، فانا مش عارفة اعمل ايه بصراحة. فانا طلعت الصالون من الأوضة جوه، تمام، ورحت مطلعاه بره في الصالة زي ما انتوا شايفين كده. وعملت كمان ايه، عملت كمان طلعت ال الآيات القرآنية اللي أنا كنت معلقاها جوه في أوضة الصالون، او اللي كان فيها اللي كان فيها الصالون يعني. فانا رحت مطلعاه، طبعا في براويز تانية جوه بس انا بصراحه مطلعتهاش. تعالوا بقى انا هقول لكم انا عملت ايه دلوقتي. خلاص يعني دوبك ايه لو في اي تراب على الحيطه، اي حاجه بقى، عنكبوت، اي حاجه. ما انا ما عنديش الحمد لله عنكبوت، بس برضو نضفت كده الحيطه كويس جدا. وبعد كده بطلع بقى، طلعت اللي انا اشوف بس كده، اشوف بصوا البرواز اللي معايا مكتوب عليه يا رب بارك في هذا البيت، تمام. شايفينه منظره حلو جدا وشكله حلو. وعايزه اقول لكم على حاجه كمان، انا لما غيرت النظام وخليت مثلا الصالون بره مكان الصاله، لما كان في الصاله يعني مطرح السفره والنيش، بصراحه يعني خلى منظر حلو وكل حاجه. طالما انا ما عنديش السفره فالحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. طبعا طالما طبعا ان شاء الله ربنا يوسع علينا ان شاء الله ونشتري حاجات احسن منها باذن الله. عايزاكم بقى كده تتابعوني وتكتبوا لي كومنت حلو، اعملوا لي لايك جميل علشان خاطر يوصلكوا كل جديد مني. كمان ما تنسوش زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. يا اخواتي، احلى اخوات في الدنيا، شجعوني كده بقى. ويا ريت ده تقولوا لي ايه النظام وايه الحلاوه اللي انا يعني ايه رايكم يعني في الشكل، يعني يا ريت تقولوا لي كده. يعني قولوا لي بقى ايه رأيكم، كده احلى ولا لما كان ما فيش مثلا صالون؟ انا كنت الاول فرشه كده، فرشه في الارض وخلاص على كده، ولكن حبيت اطلع الصالون بره عشان يبقى منظر احلى، وعشان خاطر اي حد يجي يقعد مثلا عليه وكده، بدل ما يدخل الاوضه جوه ويعدي على الصاله والصاله تبقى فاضيه، تمام كده. وعايزه اقول لكم كمان على حاجه، الصاله فيها التلفزيون، والتلفزيون اصلا دوت معروف ان بيبقى فيه قاعده، في ناس عايزه تقعد. طب هتقعد على ايه يعني؟ انا كنت بقعد على الارض بصراحه. وساعات لما كانت السفرة موجودة كنا بنقعد على السفرة، على كراسي السفرة، ما كانتش هتقول لنا اي حاجة. بس الحمد لله طبعا قدر الله ما شاء فعل. طبعا الحاجة دي اتباعت طبعا عشان خاطر الواحد كان مزنوق، بس الحمد لله. ربنا يا رب ما يعودها تاني علينا ابدا، ويفك كل يعني زنقة محتاج، يا رب يا رب. المهم يا اخواتي، تعالوا اقول لكم بقى كده، انا خلاص مسحت وقلت بقى افرش، لان طبعا انا كنت سايبه المنظر على كده مش فرشه اي حاجه، لان بتبقى الدنيا حر جدا وتبقى عندي كمان مفيش نفس خالص في البيت. فقلت لا. لقيت بقى ابو معاذ فضل يقول لي الواحد مش عارف يقعد، مش عارف يمشي، الكلام ده كله لازم تفرشي كده يعني. قلت لهم خلاص تمام ماشي. حتى عيالي يقولوا لي نفس الرضا. على العموم عيالي عامة يعني بيحبوا اللي هم مثلا يناموا في الارض بتاع. انا بصراحة لما بحط السجاد بحس ان انا يعني الشيل والحط صعب عليا، يعني صعب، لان طبعا انا لوحدي وكده. فساعات ما بلاقيش حد مثلا يرفع لي الحاجات تقيلة مثلا عليها، السجاد عليها مثلا كده يعني تقع، يعني فيها السجاد فوق السجاد حاجات تقيلة، معلش. فهو بقى يا اخواتي بصوا يعني الحمد لله، فقلت تمام. فانا كده فرشت دوبك بس الموكيت، تمام كده. وفضلت بقى ان انا طبعا انتوا عارفين طبعا ان لما بتكون اي حاجه تقيله مثلا زي صالون او انتريه او بوفيه مثلا تقيل، او سفره او نيش، اي حاجه زي كده بتبقى على السجاد او على الموكيت. عامة على السجاد غلط، لان السجاد بيبوظ عامة يعني. لكن لو موكيت عادي يعني، لو موكيت ما فيهاش اي حاجة. ولكن اصلا يعني اديك النصيحة، بلاش تحطي موكيت او سجاد
تحت النيش بلاش. ليه؟ لانك انت تحبي تشيلي على طول، هتنضفي على طول، سيبك من الصالون، سيبك من السفرة، سيبك من الحاجات دي، كل الحاجات دي كده ممكن تتشال عادية. ولكن اللي غلط اللي انت تشيليه وتفضلي تهزيه كتير وتحركيه كتير النيش، لان بيبقى اكتريته صيني، ما اكتريته ازاز، اكتريته حاجات غالية كمان، فحرام بصراحة. فانا بصراحة انا من ساعة ما انا شلت النيش وانا حاطة كل حاجتي في بتاعة النيش في كرتونة، يعني في كراتينو كده. وقلت مرة تانية ان شاء الله اوريها لكم. فقلت اللي انا اركنها كده لحد ما ربنا يسهل لي وافك الزنقة اللي احنا فيها وكده. وهو يعني انا بعت هو والسفرة. طبعا انتوا كنتوا شايفين قبل كده فيديوهاتي على في اليوتيوب، كنت السفرة موجودة والنيش موجود وكده يعني، وبوفيه وكده. بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، يا رب ما يعود علينا الايام دي تاني ان شاء الله باذن الله يعني. فالمهم يا اخواتي، طبعا الست ملهاش غير جوزها وملهاش غير بيتها، وجوزها ملهوش يعني ملوش غيرها، فلازم اللي هي تقف جنبه. وانا يعني يا ريت اقف معاه بعمري والله وبحياتي كلها كمان، مش بحبة خشب وحاجات ملهاش اي ترسيل لازمة. المهم كده بقى شايفين، عايزه اقول لكم على حاجه. الستاره دي قبل ما اركبها انا ما عنديش الحلقان بتاعتها، والرفرف دي يا اخواتي كانت اصلا كلها تراب، وما كانش كمان عارفه احط عليها حاجه كويسه. على العموم انا كده خليتها زي الفل، وطلعت كمان زهريات وحطيتها عليها وغسلتها كمان. معاذ حبيبي غسلها. تعالوا انا بقى اقول لكم على الستاره اللي انا ما لقيتلهاش حلقان، فحبيت اعملها العمله ديت. جبت الشمع تمام، ورحت جايبه الماسوره ورحت مقفله على الماسوره بالمنظر اللي انا وريتهولكوا ده. شايفين عامله ازاي؟ يعني بلفها زي رول كده. بس عايزه اقول لكم على حاجه، الماسوره عادي ممكن تتشال منها وتتغسل وتدخليها تاني بنفس النظام. عايزه اقول لكم ان في ستاير عرايس بتبقى بنفس المنظر كده، الماسوره نفسها ما بتبقاش باينه. اكيد معظم اللي بيكلموني او معظم اللي بيشوفوني عندهم نفس النظام كده، الماسوره نفسها بتاعت الستاره مش باينه. فانا حبيت اعمل النظام ده لاني انا بصراحه ما عنديش حلقان، فانا جت في دماغي على طول الفكره ديت. وطبعا ايه، عايزه كمان اقول لكم على حاجه، اللي ست البيت ما بتعطلش. يعني ست البيت بص في كل حاجه دايسه، في كل حاجه شغاله، احنا دايسين في كل حاجه يعني لو البياض المحاره، والله العظيم والله العظيم. انا قبل كده كنت كان موضوع كهرباء في شقتي وكده، كنا يعني ايه بنوضب حاجات كهرباء والكلام ده. فالمهم بقى جوزي كل ما يجيب حد يلاقي الناس غالية، لا ده انا عشان اسس لك الكهرباء بالشيء الفلاني كده يعني. فمام قال خلاص انا كده كده انا هعرف يعني عادي اعرف اعملها وبتاع، بالنسبه اللي هو مهندس وكده. فالمهم يا اخواتي فضل بقى بصراحه بقيت انا الصبي عنده بقى، انا اللي بقيت اعمل له المونه، انا اللي بقيت اعمل له كل حاجه، حتى البياض بقينا نعمل البياض بقى بتاع الشقه، بقيت اعمل المعجون. بصوا بقيت اعمل كل حاجه يعني. الحمد لله ست البيت بتشتغل مع جوزها في كل حاجه، بتعمل كل حاجه، بتساعد في كل حاجه. لاني اللي ما عملتش كده ما تبقاش ست بيت، ما عملتش كده مش هتبقى ام، ما عملتش كده يبقى مش دي اللي كان بقى اللي تقول لك بقى ايه ده انا ما عملش الكلام ده، ايه ده لا روح هات لك. لا جوزك معهوش اقفي جنبه يعني، ده النصيحه يعني دي، ودي كمان نصيحه انت فاهميني، دي الست الشاطره. في ناس كتير يعني، في ستات كتير تقولك لا انا مش قادره، انا مثلا مش هعرف، لا انا كفايه عيالي، كفايه الدنيا، كفايه يعني كفايه المشاكل. لا اقفي اقفي ويمكن تطلعوا الهم، ودي ذكرى حلوه يعني. بصوا بقى انا كده خلاص خلصت. شايفين بقى الشقه؟ والله العظيم يا اخواتي بجد فرحانه جدا 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 بالمنظر الجديد ده.